المحافظة على الأمن والنظام بالشارع العام تقومان بدور وقائي وضمان انسيابيته وفرض احترام قانون السير، وتتوفران معها مؤسسة أمنية بأبعاد خدماتية وآلية مؤسساتية لتوظيف حق دستوري أصيل وهو الحق في الأمن. الهدف من إنشائها كما يدل على ذلك اسمها يتحدد أساسا في صون الأمن والنظام العامين وتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الأجواء الآمنة للمسومة للتعقيد والمنفذة وفق أساليب إجرامية مستجدة. ما توكل إليها مهام تتسم بالدقة والحساسية وتكون على قدر كبير من الخطورة وتتطلب قدرات خاصة وتكوين مهني خاصة قصير. لاختصاصاتها الوقائية والقضائية الزجرية على الحفاظ على النظام العام والأمن والسكينة والصحة العامة، كما تقوم بتسليم الشواهد الإدارية وإنجاز الأبحاث الإدارية لفائدة المواطنين القاطنين في نفوذها الترابي. تسمح بالتغطية الشاملة لكل مواقع المدينة وبتواجدها المستمر بالقرب من المواطنين، مما يساهم في إنشاء الشعور يتم الرجوع إليها عند الضرورة والاقتضاء لإثبات الشروط العلمية والتقنية مصلحة متخصصة في التدخل لمسرح الجريمة، وتشكل إحدى الدعامات الأساسية للجماعات القروية من مناطق الجبل على نفس الدرجات النارية. تشارك أيضا في مهام وأعمال حفظ النظام العام إلى جانب باقي المصالح الأمنية الأخرى. عناصر هذه الفرقة تكون مصحوبة بحلول مدربة على طبيعة المهام والتدخلات الأمنية الموكولة إليها. الحماية والتدخل تتحول في كثير من التدخلات الأمنية المرتبطة بالأزمات كالحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية إلى آليات فعالة بالخدمات الأمنية ذات الأبعاد الإنسانية. كما أن شاحنة ضخ المياه التي تشاهدونها تتحول إلى آلية